الحملة التوعوية للوقاية من السمنة ومرض السكر من النوع الثاني بين الشباب، والتي تنظمها كلية الطب بالجامعة لمدة 3 أيام، مستهدفة طلاب وطالبات الجامعة. أكد الدكتور مندور أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بصحة طلابها ونشر الوعي الصحي بينهم، مشيدا بالتعاون بين كلية الطب ونقابة أطباء الإسماعيلية والجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم في تنفيذ هذه المبادرة. من جانبه أوضح الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب أن الحملة تشمل فحوصا طبية مجانية وورش عمل توعوية، فيما أشارت الدكتورة عبير هجرس إلى أن الفعاليات تقام يوميا من 9 صباحا ببهو رعاية الشباب. وفي ختام، قام رئيس الجامعة بتوجيه الشكر للقائمين على الحملة، داعيا الطلاب للاستفادة من خدماتها المجانية، ومؤكدا استمرار دعم الجامعة للمبادرات الصحية التي تعزز الوعي وتبني جيلا سليما قادرا على صناعة المستقبل. وفي الشرق